في متاهة الدنيا لو اتعلم على مسيرتنا بنقط سوداء بيبقى صعب شوية ان احنا نمحي اثارها. اكيد. كوتش متعادلين 1-1 وانا في الدقيقة 80 هنعمل ايه؟ طلع ميزو ونزل عمرو. بس ميزو يا كابتن انت ده هتناقشني ولا ايه؟ انت اتجننت؟ اخفي من وشي ساعتها، انجز. انا القائد وليا وجهة نظر. ربنا يلطف على الماتش. ايه ده؟ ايه ماله الواد ده؟ في ايه؟ ينفع كل مره تطلعني كده؟ ينفع؟ هو ايه اللي كل مره؟ في تغيير يعني يطلع بره. ايه؟ بعدين بقى في الصداع ده انا غلطان حطيته في التشكيل بشعره ده. في ايه؟ اطلع بره اخلص. الله، في تغيير يعني يطلع بره. انجز. انزل انت وسع كده وسيب. لكن انت بتضربني ولا ايه؟ اسكو كويس ابين له عفن. ليه؟ طلعتني ليه؟ عملت ايه؟ انا قائد بمزاجي، اطلعك انزلك بمزاجي. ليه؟ تعلق ده ولا اخفوه من وشي. بصوته ده بصوته. الله يميزك. انا قائد بمزاجي وعندي وجهة نظر وهتشوف. الله ده باينه هيعملها ولا ايه؟ زعلت ان مكي خلد بفيلم طير انت الخناقه الشهيره بينك وبين الكابتن حسن شحاته في كاس افريقيا 2006؟ لا ما زعلتش خالص، بالعكس انا شايفه ان بس للمشاهد العربي عشان اللي مش متابعين كوره اللي هم نص نص زي حالاتي، لما خرجك بره وانت انفعلت عليه ونزل بدالك عمرو زكي ده في الحقيقه ولا في الفيلم؟ لا ده في الحقيقه. فجاب جول على طول. في الفيلم قال ميزو ما قالش ميدو، بس انت ميدو. انت قلت لي في اول الحلقه ان دي من الحاجات اللي انت نفسك انها لو يرجع زمن لورا انها ما تكونش موجوده، بس كده هتفضل عقده ازليه تطاردك. لا بالفيلم ده لا بالعكس. بتكره مكي؟ لا عمري في حياتي ما زعلت من ان مثلا حد يجسد مشهد او شخصيه، لان انا شايف ان هو كان في سياق الفيلم. يعني انا اتفرجت على الفيلم، هو كان بيطلع بشخصيات مختلفه، منهم الشخصيه ان هو كان البنت اللي بتحلم بيه ان هو يبقى قائد. فهو بالعكس انا شايف ان هو كانت عمري ما زعلت من الحاجات دي. يعني بالعكس انا شايفه ان اول مره شفته ضحكت المشهد جدا. بجد طبعا. لان هو فعلا عملها بطريقه كوميديه وما فيهاش حاجه تزعل. يعني ده موقف حصل، هو خده حطه في مشهد سينما وعمله بطريقه كوميديه وخلاص. قصيت شعرك ليه؟ شعر طويله. قصيته ليه؟ لا مش زي مكي. لا قصيته ليه مش زي زمان، مش زي وقت ما كنت بتلعب؟ يعني تغيير بس كده ساعات من علامات النضج نقدر نقول. ممكن يعني خلي بالك ان انا في المشهد ده عندي 23 سنه، ده من 9 سنين. فيعني او شعري مش عايز يطول تاني. اتوقف نموه معايا.